بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الليلة إن شاء الله حنشوف الطعمية أو الفلافل. يلا بسم الله نبدأ. عندي هنا 500 جرام حمص أو كبكبة، غسلته ونقعته من بالليل لحد الصباح اللي هي تقريبا 12 ساعة. حزمة شبت أو بقدونس أو كزبرة ممكن، بصلتين متوسطات وقرنين شطة ممكن تزيدوا حسب رغبتكم، ونص فلفلية. ما ضفت هنا الثوم ولا بقية المكونات لأنه الكمية عندي أنا هنا ما هعملها في يوم واحد، وعايزة أقسمها وأدخلها الفريزر. قطعت البصل والفلفلية وقرن الشطة ووزعتهم على الحمص. في محضرة الطعام أقصقص جزء من الشبت، وعليه جزء من الحمص، أشغل على سرعة متوسطة لحد ما تتفرم المكونات. أراعي إنه الفرم يكون خشن شوية لأنه الدهول بعدين حيخلي الطعمية مقرمشة. أواصل بنفس الطريقة لحد ما أفرم كل الكمية. خلصت من فرم كل الكمية، هقسمها على 4 أقسام وأضعهم في أكياس وأحفظهم في الفريزر لوقت الحاجة. فينا أضع كمية العجينة اللي أنا عايزاه، وأضيف الملح حسب الطعم، كزبرة مسحونة، شمار، والفلفل الأسود. المكونات هنا أو المقادير حسب رغبتك وحسب كمية العجينة اللي انت هتعمليها. أضيف السمسم والثوم أقلب المكونات كلها قبل ما أضيف البيكنج باودر والبيض، وأدوق طعم الملح لو احتجت اني ازيده احسن ازيده قبل ما اضيف البيض والبيكنج باودر. هضيف شوية من البيكنج باودر يعني تلت ملعقة صغيرة. البيض انا هنا عندي بيضة كاملة ما هستخدمها كلها، هاخد منها جزء بس عشان العجينة ما تبقى لي سايلة شديد. نقلب العجينة كويس واشوف الخطوة اللي بعديها. في طاوة على النار هسخن كمية من الزيت تكفي لتحمير عجينة الطعمية اللي عندي.
بالنسبة لشكل الطعمية، فتعمل الشكل اللي انت حباه والسهل بالنسبة لك، سواء أقراص أو أغراس مفرقة اللي بتحبيه. أنا هنا عملتها بشكل أصابع. الزيت في البداية يكون حامي، بعد ذاك أخفض النار. بعد يتحمر عند الجانب الأول أقلبه على الجانب الثاني. وبعد تتحمر وتاخد اللون الجميل ده، أطلعها على مناديل المطبخ عشان تشرب الجزء زايد من الزيت. وبس، ده الشكل النهائي. بالعافية علي وعليكم، ودمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.